السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المغرب اليوم. وأبرزها تحطم طائرة أخرى بالقصر الصغير. لكن قبل ما نبداو دعمونا بالاشتراك في القناة وديروا لايك للفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. وهذه التفاصيل. أفادت مصادر قناة أخبار المغرب اليوم أن طائرة محملة بالمخدرات تعرضت لحادثة سقوط بأحد المداشر بمنطقة القصر الصغير قرب طنجة الأسبوع الجاري. وأفادت نفس المصادر أنه من المرجح أن ثقل الحمولة هي التي تسببت في سقوطها، فيما عمدت مافيا المخدرات إلى إحراق الحشيش المحمل على متن الطائرة أيضا. وشهدت المنطقة استنفارا في صفوف الدرك الملكي، حيث شرعت في تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل بقايا الطائرة إلى المعمل الجنائي من أجل الكشف عن ظروف وحيثيات الحادثة. وكانت منطقة حجر النحل هي الأخرى قد استفقت الأسبوع الماضي على وقوع سقوط طائرة مشبوهة كانت تنقل المخدرات، حيث لم يعثر عناصر الدرك الملكي على أي أثر للمخدرات أو ربان الطائرة أيضا. وتعرف ضواحي مدينة طنجة نشاطا غير مسبوق لكارتيات المخدرات وعدة حوادث سقوط للطائرات الصغيرة، حيث أصبحوا ينقلوا المخدرات جوا بعد تضييق السلطات الأمنية عملية تهريب بحرا. شكرا لكم متتبعين الكرام وإلى اللقاء. ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.